السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا لكل جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك اللي عاوز يعرف اللي احنا فيه ده آخره إيه، واللي عاوز يعرف الحلول إيه، واللي عاوز يعرف آخرة المؤامرة إيه، واللي عاوز يعرف في مؤامرة كده بتدور على نادي الزمالك لتدميره نهائيا. أنا بقول لك في مؤامرة كده يعني حوالين نادي الزمالك باطراف داخليه واطراف خارجيه لتدمير نادي الزمالك. عاوز تعرف القصه وعاوز تبقى قاعد قاري المشهد كله، زي ما قلت لك مشهد زيزو من 3 شهور، قلت لك الاهلي بيستهدف لاعيبه نادي الزمالك، قال لك انت بتهبط ماشي. فالنهارده احنا قدام اسوأ مجلس اداره في تاريخ نادي الزمالك، ما شفتش اسوأ من كده. انا بقول لك اهو، نادي الزمالك ما عندوش مجلس اداره، نادي الزمالك عنده شويه هلاهين. طب واحد هيقول لي بعد الكارثه اللي حصلت وان الزمالك يخرج من فرقه زي استلام بوش في ربع نهائي الكونفدراليه على ارضه، دي مصيبه، دي مصيبه، اقسم بالله دي مصيبه. واحد هيقول لي خلاص الاداره دي مشيت او بتفكر، الاداره ما مشيتش، الاداره قالت احنا مكملين، الاداره متمسكه بالكرسي. طب اكيد بيسور هيمشي، لا بيسور مكمل لنهايه عقد. اه والله العظيم ده كله حصل. نادي الزمالك بيتم تدميره عن عمد. مجلس اداره حسين لبيب يعني خلاص خلص على الزمالك حرفيا. الزمالك بيعاني في كل شيء، مفيش حاجه هتتغير. المجلس ده لو قعد 10 سنين في النادي مش هيعمل حاجه. المجلس ده يا جماعه انتهى، مجلس الاطفال ده خلص. عشان كده الزمالك لازم يغير. الزمالك كل دقيقه واحده بيضيعها في عصر الكومبارس حسين لبيب ما هو الا عباره عن تضييع وقت، عباره عن تضييع وقت. طب إيه اللي بيحصل في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي الزمالك خلاص. الاهلي، انا قلت فيديو من 3 ايام، قلت لك خطه الاهلي لتدمير نادي الزمالك على القناه دي، ممكن ترجع تشوفه من 3 ايام تقريبا. قالوا لي انت بتهبد وانت بتقول اي كلام. يا سيدي خليك معايا، انا بقول اي كلام. انت عاوز الحل ولا عاوز تحرق بنزين في الفاضي؟ انت كزملكاوي بجد يعني انت ما زهقتش؟ يعني انت كزملكاوي ما زهقتش من الصياح اللي انت بقالك 10 يعني بقالك 30 سنه بتصيحه؟ انت كزملكاوي مش حان الوقت ان انت تاخد موقف؟ يعني انت مش حان الوقت ان انت تاخد موقف، ولا انت راضي ان انت كومبارس؟ انت راضي ان انت كومبارس ولا انت مش حان الوقت ان انت تاخد موقف؟ يعني انت كزملكاوي لازم تاخد موقف. ده الوقت اللي انت لازم كل جمهور الزمالك يتجمع فيه وياخد موقف ضد المهازل اللي بتحصل. هيجي مرتضى، هيجي حسين، هيجي افشخ فشيخ في الاداره، مش هيعمل حاجه. انا بقول لك اه، هيجي مرتضى، هيجي حسين، هيجي افشخ فشيخ في الاداره، مش هيعمل حاجه. في سكريبت يا جماعه متحدد، مرتضى بيجي ينفذه، حسين بيجي ينفذه. مفيش حاجه هتتغير. لما مرتضى فكر ان هو يعدي الخط الاحمر اللي مرسوم له، اتشال وبعد عن رئاسه نادي الزمالك. ففي حاجات كتيره جدا محطوطه. انت دورك كومبارس، انت كزملكاوي عاوز تكمل في المسرحيه كمل، انا ما عنديش مشكله وانا ما بقولش لحد، ولكن ما تصحش خلاص. انت الموضوع انتهى. النهارده الاهلي خد اهم لاعب عندك في الفرقه، النهارده الاهلي خد اهم لاعب عندك في الفرقه قبل ماتش مهم جدا. عاوز تعرف ليه الاهلي سرب خبر ان زيزو وقع وزيزو راح السفاره يوم او قبل ماتش ستيلانبوش بيوم؟ زيزو تامر على الزمالك. زيزو مش بس خان الزمالك وخان جماهيره، زيزو تامر على الزمالك. زيزو تآمر ضد نادي الزمالك وعارف ان الزمالك هيجمده. انا بقول لك اهو، الخبر اللي طلع قبل ماتش ستيلانبوش بيوم ده ما كانش خبر صدفه. الخطيب طلع موقع مع زيزو من شهر 1، الخطيب طلع موقع مع زيزو من شهر 1، وكل الناس كانت بتأكد ان هو ما وقعش، والراجل بنفسه كان بيحلف لكابتن حازم امام بايماناته وبولاده ان هو ما وقعش لحد، ولكن زيزو موقع لاداره الاهلي من شهر 1 اللي فات. ماشي، طب ليه الخبر طلع واتسرب قبل ماتش استلام بوش؟ عشان يحصل اللي حصل امبارح، عشان الاداره الطفوليه تاخد موقف متسرع فتقوم عاجبه اللاعب فتجمده، فالزمالك ينزل يغلب قدام استلام بوش، يبقى انت كده خسرت زيزو وخسرت الموسم، ما عادش عندك بطوله مهمه جدا. هيقول لك احنا بننافس على البطوله المحببه لجمهور نادي الزمالك، هي كاس مصر. كاس مصر صعب جدا. لما انت ما عرفتش تكسب في استلام بوش هتكسب بيراميدز؟ يعني انت ما عرفتش تكسب فرقه مش موجوده على الخريطه اصلا، هتكسب بيراميدز؟ فللاسف الزمالك بيتم تدميره عن عمد. الزمالك محتاج وقفه من جمهور نادي الزمالك. زيزو تآمر وعارف ان هو يعني زيزو مثلا ما كانش ينفع يأجل السفاره لبكره، يعني مثلا زيزو ما كانش ينفع يأجل موضوع السفاره ده لبعد ماتش استلام بوش. زيزو راح السفاره قبل ماتش استلام بوش بيوم، ده مقصوده، دي مقصوده، دي مش صدفه. والاهلي لما يسرب الخبر للاعلام قبلها بيومين 3 عشان جمهور الزمالك يهيج على اللاعب، وعشان جمهور الزمالك يبقى رايح الماتش مش مركز غير ان هو يشتم زيزو، تمام؟ ده ايه؟ دي مش صدفه، اقسم بالله ما صدفه، دي كلها ترتيبات مرتبها الطرف الصهيوني الاخر. احنا للاسف بنتعرض يعني لكل انواع الخيانه، لكل انواع كل حاجه، لكل انواع المؤامره. ايه المؤامره؟ المؤامره انا قلتها، الخطيب خد قرار واداره الاهلي والناس اللي بتدعم اداره الاهلي والناس اللي حوالين اداره الاهلي ان هم يدمروا نادي الزمالك حرفيا. خلاص الخطيب يقدر بكل الفلوس اللي معروضه دي ان هو يجيب لاعيبه اجمد من لعيبه الزمالك، ولكن الخطيب خد قرار ان هو ينهي الزمالك زي ما انهى الاسماعيلي ده كان منافس مزعج، كان بيطلع لعيبه، كان بيخطف، كان بيكسب الاهلي بتاع.
قال لك احنا لازم ننهيه فنهى الاسماعيلي، فالاسماعيلي دلوقتي بينافس على الهبوط. الخطه اللي بعد كده ان هو يبعد الزمالك، كده كده بيراميدز مش مؤثر، بيراميدز مش مهدد للاهلي. واحد يقول لي اصله عنده لعيبه، عنده لعيبه بس ما عندوش جمهور، اي نادي ما عندوش جماهير ما هوش خطر على الاهلي. فعشان كده الاهلي دلوقتي بيحاول ان هو يدمر الزمالك نهائيا. الزمالك هيدمر لمده 10 سنين زي ما حصل في العشريه السوداء. الزمالك مش هيقوم لقمه تاني. وافتكر الكلام بتاعي، قول انا بهبد، قول اي كلام انت عاوز تقوله. وعشان كده الزمالك لازم ياخد موقف، جماهير الزمالك كلها لازم تتحد وتاخد موقف ضد المهازل اللي بتحصل. الخطيب النهارده في ناس فاتحه له دعم غير محدود، زيتون وخلايجه تمام، وناس من خارج مصر وناس من داخل مصر ومحبين، والشركه المتحده بتديله 4 مليون رعايه من الدوله. ونادي الزمالك عنده ازمات ماليه، نادي الزمالك هيفضل طول عمره في ازمات ماليه طول ما انت ما خدتش موقف، لان جمهور الزمالك طيب كيوت ما بيعملش حاجه. جمهور الزمالك طيب كيوت ما بيعملش حاجه. انما لما الاهلي بس يتغلب ماتش ولا يفكر حد يهدد بس استقرار الاهلي، ايه اللي بيحصل؟ علاء كاذب الواد الهربان الكلب اللي هربان في قطر تمام، اللي بيقولوا عليه دكتور اللي هو حلاق الصحه ماشي، اللي هو لو انت خدت بالك علاء صادق هدي ليه؟ علاء صادق من فتره ايام ماتش القمه كان بيسخن جماهير الاهلي على الدوله، كان بيسخن جماهير الاهلي على الدوله. لو انت خدت بالك علاء صادق هدي ليه دلوقتي ما بيسخنش ليه؟ لان هو مهمته ان هو يسخن جماهير الاهلي على الدوله، فالدوله تخاف فتجري خد يا اهلي مليار رعايه يا اهلي، خد يا اهلي عاوز ايه يا اهلي، عاوز الناس بتوع الزيتون يدعموك، هنجيب لك تجار الزيتون كلهم يدعموك، المهم يا اهلي ان انت تكون مبسوط. فالنهارده كل الناس بتقدم الولاء بالطاعه. النهارده الخطيب يقدر يجيب لاعب اجمد من زيزو، ويقدر يجيب لاعب اجمد من الونش، اللي انا هقول لك موضوع الونش دلوقتي، لكن هو قرر ان هو يفضي الزمالك، قرر ان هو ينهي الزمالك، قرر ان هو يدمر نادي الزمالك نهائيا، وان هو بص يخلي الزمالك يخش نفق مظلم لمده 10 سنين زي ما حصل في عصر ممدوح عباس قبل كده. فالزمالك لازم ياخد موقف، جمهور الزمالك عاوز الحل لازم تاخد موقف. عاوز تكمل في المسرحيه بتاعتهم، احنا في مصر ما فيش منافسه، احنا في مصر في مسرحيه، انت عاوز تكمل المسرحيه كزملكاوي وتفضل تصيح، هتفضل تصيح طول عمرك، خدها مني ماشي. انا بقالي 30 سنه من يوم ما وقعت على الكوره وانا في الحال ده، من يوم ما وقعت على الكوره واحنا عندنا ازمات ماليه، من يوم ما وقعت على الكوره ولاعيبتنا بتسيبنا وتروح المنافس عشان ما فيش فلوس، من يوم ما وقعت على الكوره وانا مضطر ابيع نجم الفرقه عشان اجيب فلوس. ماشي هفضل لحد امتى؟ مفيش حل، لازم الحل ان يكون في وقفه، لازم الحل ان تقرب المسافات في كل دول العالم، في كل الدول اللي حواليك. بص انت كزملكاوي هتلاقي مثلا في الدوري الاسباني هتلاقي الريال موجود، هتلاقي برشلونه، هتلاقي اتلتيكو، هتلاقي معاهم مثلا ريال فالنسيا، هتلاقي معاهم انديه بتنافس، المسافات هناك مش بعيده، المبالغ الماليه والرعايه والبث متقارب، يعني ده مثلا بياخد 800 ده بياخد 600 ده بياخد 500، الدنيا متقاربه. هتروح الدوري الانجليزي هتلاقي هناك 4 5 انديه 6 انديه بيقطعوا ببعض، هتلاقي هناك في منافسه حقيقيه بجد تقدر انت تنافس، هتلاقي في الدوري الايطالي في منافسه، هتلاقي في السعوديه في منافسه، في هناك مثلا 4 5 6 انديه واخدين دعم مالي. انما في مصر في نادي واحد بس، هتروح الدوري المغربي هتلاقي في منافسه، هتلاقي نهضه بركان بياخد الدوري، هتلاقي الجيش الملكي بياخد الدوري، هتلاقي الرجاء بياخد الدوري، هتلاقي الوداد بياخد الدوري، هتلاقي انديه بتنافس على الدوري. انما في الدوري المصري مفيش غير نادي واحد بس هو اللي لازم ياخد الدوري والباقي كومبارسات. فالنهارده احنا حولنا الدوري من دوري جماهيري لدوري شركات علشان نرضي النانوس اللي واخد 90% من بطولاته بالتحكيم المصري. النهارده النانوس بيقول لك التحكيم المصري بيجامل الزمالك وزملكه الدوله. النهارده بعد كل الدعم المالي اللي رايح للخطيب ورايح للاهلي، وهو مفهمك ان الخطيب جامد، هو بيفهمك ان الخطيب جامد وان الخطيب فشيخ في الاداره وان الخطيب مفيش حد منه وان الخطيب افشخ فشيخ في الاداره. هو مش افشخ فشيخ ولا اي حاجه، هو للاسف انت كزملكاوي اقعد تفكر فيه. انت لو جبت عم حارس اللي هو بتاع غرف الملابس في الاهلي حطيته على رئاسه النادي الاهلي، هيفضل ياخد بطولات وهيفضل يخطف منك لعيبه وهيعمل تاريخ وهيبقى عم حارس علم على حسين لبيب. مش عشان حسين لبيب ضعيف، هو حسين لبيب كده كده فاشل ماشي، حسين لبيب لا يستحق ان هو يقعد يوم واحد في نادي الزمالك، ولكن هو عنده دعم مالي غير محدود. كولر مدرب الاهلي ده لو في اي فرقه غير الاهلي اقسم بالله ما كان قعد فيها 3 شهور، ولكن الراجل متوفر له لبن العصفور، عنده دعم مالي، عنده لعيبه، عنده صفقات، عنده حكام بتدعمه في بعض الماتشات. انا بقول لك اهو كولر بيقدم اسوأ موسم ليه في الدوري، وانا بقول لك لو طول الحكام المصريين اقسم بالله الاهلي كان زمانه في المركز الرابع لولا الحكام المصريين. فالنهارده الاهلي مدعوم من كل حاجه، الخطيب مش جامد، هو بطل هو بيصنعه ان هو جامد لان هو دعمه بكل حاجه. طب ما تجرب تدعم الزمالك كده وشوف الزمالك ده هيبقى جامد ولا لا. طب ما تجرب يا سيدي تخلي الخطيب ده يبقى رئيس نادي عنده ازمات زي الزمالك، اقسم بالله لا يهبط. واقل اثبات ان الخطيب ده ما يعرفش اي حاجه في الاداره
انسحبوا من ماتش الزمالك في القمه اهو. ده الف ب ان هو ما بيفهمش اي حاجه. فعشان كده عشان يغطي على الغلطه اللي هو عملها وينسي جمهور الزمالك الاهلي الغلطه اللي هو عملها، عمل ايه؟ لا قدامه رئيس نادي هلهوله، رئيس نادي منبطح، قام مديله على قفاه واخد زيزو، قام مديله على قفاه كمان مره واخد مين؟ الونش. الونش خلص في النادي الاهلي. الونش كان في جلسه بعد مباراه استلام بوش وحسين لبيب اتصل عليه عشان يروح، الونش ما راحش لانه شايف رئيس نادي هلهوله. تخيل رئيس نادي الزمالك لما يتصل على اللاعب وما يروحش، وبعت الوكيل بتاعه اللي هو احمد يحيى. تخيل الونش حسين لبيب كلمه اللي هو رئيس نادي الزمالك، ده منصب كبير جدا على فكره، ما راحش وبعت له الوكيل بتاعه ورفض يجدد والجلسه انتهت. فالونش رايح النهارده السفاره الامريكيه عشان ياخد التاشيره بتاعت كاس العالم للانديه. الونش وقع 3 سنين للنادي الاهلي مقابل تقريبا 90 مليون. الونش رفض عرض الزمالك، عرض الزمالك كان 7 9 10 مليون، حوالي 30 مليون جنيه في الثلاث مواسم. الونش رفض ان هو يجدد في نادي الزمالك. الونش اللي عامل 2 صليبي، الونش اللي قعد سنتين 2 وبطل كوره، وجمهور الزمالك قاعد مستني وقاعد بيقول يا رب الونش يرجع. جمهور الزمالك للاسف اكتر جماهير اتخانت. انا ما شفتش، احنا لو بنربيهم في النادي يعني على النداله مش هيبقوا كده. احنا لو بنربيهم في النادي على النداله اقسم بالله لو بنربي كلاب في النادي لا هيبقى عندها انتماء لنا اكتر من كده، سواء امام عاشور سواء زيزو سواء الونش، لان احنا ما عندناش. انا بقول لك جمهور نادي الزمالك عاوز حل المسرحيه، لازم تقاطع، لازم تقاطع لما المسؤول اللي بيوزع الرعايه في مصر يحترمك انت كنادي الزمالك ويديك حقك. انت مش واخد حقك يا ابني بجد، اقسم بالله انت ما واخد حقك. في نادي في مصر بياخد 10 اضعاف اللي انت بتاخده، بيقول لك اصل بياخد يا فيش الكلام ده. مانشستر يونايتد ما بياخدش بطولات في الدوري الانجليزي، مانشستر يونايتد ما بياخدش بطولات في الدوري الانجليزي بقاله 10 15 سنه، وعنده رعايه تقريبا اقل من السيتي بحاجه بسيطه جدا اللي هو بياخد كل البطولات. ليفربول في هناك انديه ما بتاخدش بطولات وبتاخد فلوس وبتاخد نسبه بس على حسب المشاهدات وعلى حسب الجماهيريه بتاعتها. انما انت نادي الزمالك المفروض ان انت النادي اللي هو القطب الثاني في مصر، انت مش واخد حقك. هو بيديك جنيه وبيدي الاهلي 10 جنيه، وغير كده ايه ده في رعايه وفي دعم غير يعني غير محدود من الزيتون، دولارات بالعبيط. تخيل النادي الاهلي جاب 2 لاعيبه في شهر بمليار جنيه، زيزو واخد نص مليار جنيه من الاهلي في 4 سنين، وتريزيجيه عقده مع الاهلي 450 مليون جنيه في 4 سنين. انت متخيل انت وصلت لفين؟ انت متخيل نادي جايب 2 لاعيبه بمليار جنيه، ونادي تاني ازمته الماليه كلها تتحل بنص مليار جنيه، نادي تاني بقاله 30 سنه في ازمات ماليه مش عاوزه تتحل. هيجي حسين، هيجي مرتضى، هيجيبوا افشخ فشيخ في الاداره، اقسم بالله ما يعمل حاجه. هيقابل مين ولا مين؟ انت بتقابل الطوفان اللي هو بتاع الزيتون، دعم غير محدود، وخلايجه بتدعم الاهلي عن طريق الخطيب في صفقات. يعني في لاعب مثلا قيمته مليون تلاقيه راح قطر ب 3 4 مليون. هي ليه لعيبه الاهلي ما بتروحش غير قطر والسعوديه؟ هي ليه لعيبه الاهلي اللي المفروض تمشي فري في نهايه الموسم زي احمد عبد القادر زي اي لعيبه مثلا تلاقيه راح نادي في قطر ب 3 4 مليون؟ ليه يا عم هو جامد قوي كده؟ لا هو بيدعمه دعم غير اللي هو ايه يعني دعم غير مباشر. اللاعب اللي قيمته مليون هنديك فيه 3 مليون. في السعوديه نفس الكلام، كنت تلاقي بيرسي تاو، كنت تلاقي لعيبه خلاص المفروض تمشي فري في نهايه الموسم او تفسخ تعاقدها تلاقيه راح انتقل لنادي ب 2 مليون ب 3 مليون، ما تعرفش ازاي سبحان الله. ماشي، المهم انت تقعد تستغرب ازاي اللعيبه دي بتمشي بدل ما تمشي فري ولا تمشي والاهلي يدفع لها فلوس، لا الاهلي بيبيعها وبياخد فلوس، فده دعم غير مباشر. فالاهلي مدعوم من كل حاجه. الخطيب مش جامد، هو صنع ان هو يكون جامد. الابطال الحقيقيين او كل الابطال مش حقيقيين، هو صانع لك ووهم لك ان هو بطل. الخطيب بيوهم جماهيره يوميا ان الاهلي بيتحارب. الاهلي بيتحارب ازاي بعد كل ده؟ امال الزمالك ايه؟ بيقول لك زملكه الدوله بعد كل اللي بيحصل فينا احنا كزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي الناس امبارح محروق دمها، الناس امبارح ضغطها مرتفع، الناس امبارح في ناس ماتت وفي ناس اغمى عليها في المدرجات وفي ناس يعني جالها الضغط والسكر وناس ما عرفتش تنام، والموضوع كان صعب جدا وكانت الليله صعبه جدا على جمهور الزمالك. بعد زيزو تاني يوم تخرج من الكونفدراليه والموسم بتاعك بيتدمر، النهارده رايح انت كاداره تجري ولا الونش عشان تجدد له؟ ونش مين انت راح تجدد له؟ اللي خلاص اللي مش هيبقى اجمل من اللي مشي. عايز يمشي ودي لي الخطيب وادي له بوسه. ونش مين اللي انت راح تجري وراه عشان تجدد؟ يا عم عاوز روح وديه. ولكن الزمالك بقى اكاديميه، الزمالك للاسف بقى اكاديميه للاهلي، ولكن ده كله بسبب مجلس اداره منبطح، مجلس اداره عار علينا، مجلس اداره انا ما اعرفش انت جاي ليه. انت راجل عاوز تنافس مين؟ مفيش منافسه في مصر، مفيش منافسه في مصر حرفيا، المنافسه انتهت من زمان. عوده مرتضى منصور وامير مرتضى منصور فجاه للساحه امبارح بعد خروج الزمالك من الكونفدراليه على يد استلام بوش، فجاه المال هنا مرتضى منصور مطلع بيان طويل عريض وهيعمل مؤتمر صحفي يهاجم في مجلس اداره حسين لبيب. هنا مش دفاعا على مجلس الكومبارس حسين لبيب، حسين لبيب اوسخ مجلس اداره في تاريخ نادي الزمالك، مش هيبقى يعني مرتضى منصور اجمد منه، بس ده اوسخ رئيس نادي ومجلسه في تاريخ نادي الزمالك.
لان مرتضى منصور وامير مرتضى منصور نزلوا بوستات كده الاختصار بتاعها يعني ان دول دمروا النادي وان دول فشله وباعوا زيزو ودمروا الفريق والزمالك مش عارف ايه وان هم كدابين. هم فيهم كل ده، ولكن بس سؤال والله، وانا قاعد بقرا البوست بتاع مرتضى وبقرا البوست بتاع امير، سؤال والله بجد، هو مين يا اسطى اللي طلع امام عاشور لميتلاند؟ هو مش كنتوا موجودين وعارفين ان هو رايح الاهلي؟ هو مين اللي رفض يرجع امام عاشور؟ امام عاشور بنفسه لما طلع مع شوبير قال لك والله انا عرضت نفسي على الزمالك بعد ما رجعت من ميتلاند، ولكن هم رفضوا يرجعوني، المستشار رفض يرجعه. هو مين يا اسطى اللي لبسنا في قضيه خالد بوطيب؟ هو مين اللي حجز على الضرائب بتاعه النادي وراح قال لهم احجزوا على الضرائب عشان ممدوح عباس ما ياخدش الفلوس بتاعته؟ هو مين اللي راح قفل قيد نادي الزمالك اكتر من مره؟ هو مين اللي لبس الزمالك في ابراهيم نضاي؟ هو مين اللي لبس الزمالك في عمرو السيسي والزناري وسامسون ومش عارف مين وصفقات مالهاش اي 30؟ لا بجد والله، مين اللي لبس الزمالك في الازمات اللي احنا فيها دي؟ كلكم اوسخ من بعض، كلكم مفيش حد فيكم نضيف، كلكم فاسدين وكلكم فاشلين. فمرتضى زيه زي حسين، زيه زي اللي هيجي بعد حسين، مش حاجه هتتغير، هم جايين ومعاهم سكريبت بينفذوه. فالنهارده عوده مرتضى، من اللي انت عاوز ترجعه؟ مرتضى من اللي انت عاوز ترجعه؟ انا هنا مش بدافع عن حسين، كلهم الى مزبله التاريخ، ولكن مرتضى انت نسيت مرتضى عمل ايه في النادي؟ ولا انت نسيت؟ ولا انت بتنسى بسرعه؟ امير مرتضى منصور اللي كان هو واحمد يحيى بيدمروا النادي. احمد يحيى لو انت ما تعرفش كزملكاوي، احمد يحيى النهارده ودى الونش للاهلي فري، هو اللي كان بيقود المفاوضات النهارده ورفض يجدد عقده الا لما الونش ياخد 30 مليون جنيه في الموسم. روح ادي الفلوس بتاعت الونش اللي انت هتديها له، اديها لحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد لسه 23 سنه، حافظ عليه، لسه الونش عنده 2 صليبي، الراجل 30 سنه، فهو انتهى سنتين ثلاثه كمان وهيبطل كوره، فخليه يروح الاهلي، مبروك عليه تمام. انما انت حافظ على حسام عبد المجيد. احمد يحيى وكيل طارق حامد طلعه السعوديه، وكيل مصطفى فتحي طلعه السعوديه، وكيل فتوح كان عامل مشكله وعاد كان عاوز يوديه الاهلي، وانا بقول لك فتوح هيجي له عروض خلال الفتره الجايه في السعوديه. كمان وكيل محمد السيد اللي رافض يجدد، وكيل محمود حمدي الونش اللي راح وداه الاهلي، وكيل اكتر من لاعب داخل نادي الزمالك. فاحمد يحيى اكتر من عبث بنادي الزمالك، اكتر احمد يحيى الاهلاوي الوكيل اللي هو سيء السمعه، اكتر واحد دمر نادي الزمالك ولسه بنتعامل معاه. احمد يحيى للاسف هو وكيل محمد شحاته، هو وكيل محمود جهاد، فعشان كده محمود جهاد ومحمد شحاته لما ينوروا بعد 3 سنين تمام يكون سنهم وصلوا ل 26، انا بقول لك احمد يحيى هيجيب لهم عرض من السعوديه لو هم عقدهم ممتد وهيطلعهم كباري، لو عقدهم مش ممتد فهو هيوديهم الاهلي. فاحمد يحيى اكتر واحد ضر الزمالك في وجود امير مرتضى منصور، ودلوقتي بيضر الزمالك وبيعبث بنادي الزمالك لان هو راجل اهلاوي سيء السمعه، وهو زي ما قلت لك المطيع بتاعهم، هم اي حاجه عاوزينها بيكلموا احمد يحيى. فاحمد يحيى النهارده خلى الونش بدل ما الزمالك كان عرض عليه 30 مليون في الثلاث مواسم، النهارده الونش عاوز في الموسم الواحد 30 مليون جنيه. انت متخيل الموسم عايز من الزمالك 95 مليون جنيه في 3 مواسم؟ الونش يقال ان هو خلص مع الاهلي في 3 مواسم او تقريبا الموسم ب 30 مليون جنيه، والراجل هيتقاضى، يعني تخيل الاهلي ما كانش راضي يدي رامي ربيعه 20 مليون 20 مليون تقريبا او 30 مليون، بس راح اداهم للونش. انت متخيل؟ يعني هو رفض يجدد لاكرم توفيق ب 20 مليون وراح اداهم للونش. انت متخيل؟ عشان تعرف بس ان السبب تدمير نادي الزمالك، وده كله هيحصل وهتشوفه خلال الفتره اللي جايه، ان المؤامره كلها ومش بس الموضوع انتهى عند زيزو وعند الونش، لا ده لسه في حسام عبد المجيد ولسه في محمد السيد ولسه في لاعيبه كبيره جدا. انا بقول لك لعيبه الزمالك خلاص يا جماعه بعد اللي شافته الفرقه كلها محتاجه تتفور. انت عندك اكتر من، يعني ما عندكش لعيبه كتيره مهمه، انت عندك عبد الله السعيد، عندك بنطايج، عندك حسام عبد المجيد، عندك صلاح مصدق، عندك مين تاني، محمد شحاته، محمود جهاد، ما عندكش تقريبا حد تاني، فتوح، حوالي 6 7 لعيبه، والباقي الفرقه كله زيه زي بعضه. فانت ما تزعلش على حد، الونش مش هنزعل عليه، مش اللي اتقل من الونش، خلاص القصه انتهت. فالونش انا بقول لك رايح تجري ليه وتجدد له، خليه يا باشا يروح وتدي لهم بوسه وهو بياخده، بس جدد عقد حسام عبد المجيد وحافظ عليه لاطول فتره ممكنه. ده بالنسبه لقصه عوده مرتضى منصور والمشاكل اللي داخل نادي الزمالك دي كلها. للاسف لازم وقفه من جمهور نادي الزمالك، لازم تقف وتقول والله انا ما عنتش هكمل المسرحيه دي، انا مقاطع لحد ما تحترمني وتقدرني انا كنادي الزمالك وتديني حقي زي ما بتدي الاهلي كل الدعم ده، خليني بقى انا مدعوم انا كمان، ما انا مش هبقى بالشكل المنظر ده. يعني بعد ده كله المفروض كمان انا كنادي الزمالك يبقى شكلي امبارح كده اطلع قدام فرقه زي استلام وش على ارضي بعد كل العبث اللي بيحصل وبعد كل الدعايه وبعد كل الدعم اللي المنافس بياخده، ونادي الزمالك اصلا مش موجود على الخريطه. طب حدش خايف ليه ان ممكن يحصل فتنه في مصر بين الجماهير؟ ولا دي ما حدش واخد باله منها؟ ولكن لما تركي الشيخ فكر ان هو يهدد استقرار الاهلي، باع بيراميدز بالامن المباشر وخرج بره مصر عشان ده بيهدد الامن استقرار الاهلي او الامن في مصر. اسمع دي، اتحاد الكره المصري وعد الاهلي ان طبعا نهائي كاس مصر هيكون بين الزمالك وبيراميدز في شهر 5
قبل نهايه الدوري. قبل كده كان مثلا نهائي الكاس ده بيكون بعد نهايه الدوري، او مثلا كنا بنلعب الكاس بعد نهايه الدوري، انما الدوري تقريبا هيخلص 30/6، فالاهلي عاوز ياخد الزيزو معاه في كاس العالم للانديه عشان يلعب معاه، فبيطالب اتحاد الكره ان هو يحط نهائي الكاس في شهر 5 عشان زيزو يلعب مع الزمالك، ويكون زيزو انتهى موسمه مع الزمالك بانتهاء الدوري عشان يكون موجود مع الاهلي. تمام. فالنهارده الاهلي يدي اوامر لاتحاد الكره اللي هو الخدام بتاع الخطيب علشان ان هو يخلي الزمالك وبيراميدز يلعبوا الكاس في شهر 5 عشان زيزو يكون متاح ان هو يتواجد في كاس العالم للانديه 2025. فده للاسف ده اللي انتم شايفينه حل البلد. حل البلد الاهلي بيديرها. الاهلي بعت بيان، مطلع بيان على الصفحه الرسميه، بيطالب وزاره الشباب والرياضه وبيطالب من رئيس الوزراء ان هو يطلع على قانون الرياضه. قانون الرياضه ده اللي هو في بند الثمان سنين، ان هو ما يحقش لاي رئيس نادي ان هو يقعد اكتر من 8 سنين. فالخطيب عاوز يعدل القانون عشان يقعد يكمل. الخطيب عاوز يعدل القانون عشان يقعد يكمل، بيقول لهم احنا لازم نقعد نتناقش في البند ده. انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ انت متخيل البلد كلها وصلت لفين؟ نادي بيقود بلد، نادي بيقود بلد. النهارده النادي ده بيطلب من اتحاد الكوره ان هو يحط نهائي الكاس بين الزمالك وبيراميدز اللي هو مش طرف فيه، اللي هو اصلا متعاقب عشان ينسحب فيه قبل كده. ماشي. بيطالب ان هو يتحدد في شهر 5 عشان زيزو يكون متاح. احنا كلنا بقى خدامين للاهلي، احنا كلنا بقينا خدامين للاهلي، وكده كده مجلس اداره نادي الزمالك كومبارسات، فمحدش هيتكلم، فعادي لان هو شايف قدامه هلاهيل. هو مش شايف قدامه حد هيقول له انت بتعمل ايه، ولا شايف ان في اتحاد كوره. هو شايف مصلحته فين وهيضغط على اتحاد الكوره ان هو يوافق. وانا بقول لك كاس مصر هيتعمل في شهر 5 عشان زيزو يكون موجود مع الاهلي في كاس العالم. واحد يقول لي هو زيزو كده كده مش هيلعب. هو كده كده مش هيلعب، ولكن هو عشان يمشي بدون مشاكل لازم يكون الموسم بتاعه انتهى عشان يقدر ياخده من الزمالك ويعيده عند الاهلي. انما مش هيعرف ياخده من الزمالك ويعيده من عند الاهلي غير لما الموسم ينتهي. فعشان كده الموسم هينتهي 30/6، فهم عاوزين يسافروا لامريكا، فعاوزين ياخدوا زيزو معاهم. تمام. كل الفيلم اللي انت عايش فيه ده سببه ان احنا عندنا مجلس اداره اسوأ واحقر مجلس اداره في تاريخ نادي الزمالك. ده الوقت اللي انت تاخد موقف فيه. كل جمهور الزمالك لازم يتحد وياخد موقف ان احنا مقاطعين. والله هيديك شعارات كدابه ويقول لك الزمالك، جمهور الزمالك ما بيتخلاش عنه، جمهور الزمالك ورا الزمالك، الزمالك بجماهيره، الزمالك ما بيهموش بطولات، احنا بنشجع الزمالك مش عارف عشان ايه. كل ده حلو، ولكن دي شعارات كدابه. زي ما قال لك الزمالك ما بيوقفش على حد وضحك عليك وقال لك زيزو بالونه واداك على قفاك وخده منك. زي ما كان بيقول لك زيزو بالونه اداك على قفاك وخده منك. زي ما كان بيقول لك امام عاشور خده منك. زي ما كان بيقول لك بن حقني بقى بن شرقي دلوقتي اجمد لاعب في مصر واجمد محترف دخل مصر وخده منك. فهو بيضحك عليك وانت مصمم ان انت تكمل. فانت عشان كده ما تخليش الشعارات الكدابه تاخدك، وما تخليش هو يضحك عليك ان هو الشعارات ديت جامده وكل حاجه حلوه وجمهور الزمالك لما يتخلى. بس عايزين نشوف تقدير. عاوزين مثلا الزمالك ده يقرب، خلاها يا سيدي 60 40، اديله 60 40 يعني قربنا منه. انما انت بعد المسافه بشكل مرعب. انت هو بقى طاير بالصاروخ وانا لسه راكب بالتوك توك وماشي، فانا هجيبه ازاي؟ وخصوصا ان في نادي كمان اسمه بيراميدز موجود معاه فلوس كتيره جدا، عنده فرقه 3 سكوادات فيها، عنده 3 فرق. انا الزمالك ما عنديش، انا الزمالك ما عنديش عبد الله السعيد، راجل رافض يجدد وعاوز 30 مليون جنيه في الموسم. عبد الله السعيد الزمالك عرض عليه 20 مليون جنيه، هو بياخد دلوقتي 15، قال لك انا ما فيش مش هجدد الا ب 30 مليون جنيه. وكده كده عبد الله السعيد بقى له موسم وينتهي. فالنهارده الوضع بقى زي ما انتم شايفين، بقى في فوضى، بقى في فوضى لانك انت لا عملت فرقه ولا كونت فريق ولا عملت سكواد ولا عملت اي حاجه. وغير كده لو عملت كل ده وعملت جبت افشخ فشيخ في الاداره، يعني هتفضل عندك ازمات ماليه. عملت اجمد لاعب في مصر، الاهلي هياخد، مفيش حاجه هتتغير. اعمل نجوم هياخد الاهلي، هتقول لي هعمل تاني، اقعد بقى اعمل بعد 4 سنين لحد ما تعمل فرقه وهياخدها زي ما حصل في الفرقه بتاعت 2020 خدها كلها. انت متخيل الاهلي ممكن يبقى يلعب في كاس العالم للانديه بمين؟ الونش في الدفاع، زيزو، بن شرقي، امام عاشور، وفي كلام على مصطفى محمد. ده غير كهربا، ده غير اللعيبه اللي انتقلت من الزمالك، فاحمد رضا ابن نادي الزمالك. ففرقه الاهلي كانت بقت كلها من الزمالك، وانت قاعد بتتفرج لسه، وانت قاعد لسه مستني ان في منافسه. مفيش منافسه، المنافسه انتهت، المنافسه ماتت، المنافسه خلصت. عاوز يبقى في منافسه بجد، عاوز يبقى ناديك له شأن، لازم تاخد موقف. كل جمهور الزمالك لازم ياخد موقف من المهزله اللي بتحصل دي. لو جبت افشخ فشيخ في الاداره، المشكله مش في مرتضى ولا المشكله في حسين، المشكله في اللي بيدير، اللي بيدير المنظومه. لما يجيب لعيبه الاهلي كلها تعمل اعلانات في رمضان. انا قلت لك ايه في رمضان؟ انا قلت لك ايه؟ فيديو نزلته في رمضان على القناه دي، قلت لك زيزو لما يكون مروح من بيته ويلاقي عمال ويلاقي ناس مرتبطه بالاهلي والسوشيال ميديا ويوتيوبر عاملين اعلانات على كوبري اكتوبر، ونجم نادي الزمالك الاول اللاعب الافضل في مصر في اخر 5 سنين مش عامل اعلانات. طب ما انا هروح الاهلي يا عم، وانا هقعد في الزمالك ليه؟ انا مش قلت كده؟ الفيديو موجود على اليوتيوب، خش الفيديوهات موجوده.
ارجع كده ورا هتلاقي الفيديوهات موجوده. قلت لك الاعلانات كلها رايحه للعيبه الاهلي، الرعايه يا راجل، ده بنت مدرب حراس المرمى اللي في الاهلي عامله اعلان هي وخطيبها. شوبير ماشي، مرات شوبير وابنه عاملين اعلان في رمضان. زيزو، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، شيكابالا، فتوح، كل نجوم الزمالك مش عامل احمد، نجوم الزمالك مش عاملين اعلانات في رمضان. وفي يعني ناس مرتبطه بالاهلي عامله اعلانات. ده عم حارس عمل اعلان. انتوا بتتكلموا في ايه؟ طب كل اللعيبه هتشوف كل الفوضى اللي بتشوف كل الناحيه التانيه دي، مش هتفكر يا باشا. كله هيفكر، محمد شحاته هيفكر، كله بقى هيفكر. عدت انت هتخاف تهتف باسم لاعب؟ خلاص هو هياخد اي لاعب عندك. النهارده خد امام عاشور ابن المدرج، وبعد كده خد زيزو، وخد بن شرقي، وخد كل اللاعيبه اللي انت عملتها. فهو هياخد، هتعمل ايه تاني؟ فعشان كده لازم وقفه. لا بجد لازم وقفه، مفيش حاجه هتتغير. لو مش عاوز حاجه تتغير وعاوز تفضل تصيح طول عمرك، وعاوز تفضل طول عمرك في الضغط اللي انت فيه، وعاوز تفضل طول عمرك تعيط، وعاوز تفضل طول عمرك تخسر، وعاوز تفضل طول عمرك يضحك عليك بشعارات كدابه، كمل. دي مسرحيه. المسرحيه دي لو مش عاوز الدور بتاعك فيها يكبر شويه، فانت هتفضل طول عمرك كومبارس. ده بالنسبه لكل اللي بيحصل. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. سلام.